اليوم في الوقفه الاحتجاجيه اللي كيقوموا بها عاملات ديال شركه كوبرام بعد التوقيف ديالهم لمده تزيد عن شهرين الان، وهما في اعتصام امام البنايه ديال المؤسسه ديال شركه كوبرام، اللي المطالب ديالهم هي مطالب يعني بالنسبه لنا نستحي ان نقول ان تعود بنا الى ظروف ديال يعني القرن 15 والقرن 16. مازال عندنا في هذه السنه الان يعني في القرن 21 مازالت عندنا ظروف ديال العمل جد مزريه، لا استفاده من العطل السنويه، لا استفاده من ظروف العمل، اشتغال ديال فوق الطاقه ديال العاملات، يعني احيانا تتجاوز 18 ساعه ديال الاشتغال. مازال رب الشركه يحاول ان ياخذ مجموعه ديال العاملات يديهم للمنزل ديالو باش يشتغلوا. مازال رب الشركه تيحاول يتحرش بالعاملات، الا انه رغم المطالب ديالهم ورغم الصراخات المتواليه ديالهم نفاجأ على انه دخلت السلطه المحليه على الخط وتم استدعاء ممثلات ديال الشركه، وكانت جلسه ضمت كل من السلطه المحليه والسيد مندوب الشغل وكذلك رب الشركه. الا انه الذي يلاحظ اثناء هذا الحوار هو ان كان هناك تسويف وكان تعتيم وتعطى الحق لرب الشركه اللي تكلم بشكل كثير، وتم قمع هاد العاملات على التعبير على مطالبهم الحقيقيه. اخر المطاف اعطي ظرف ديال اسبوع لرب الشركه للرد على مطالب العاملات بعد من الضغط ديال مجموعه ديال الاطارات الحقوقيه. الان تعطات ظرف ديال اسبوع، هذا اسبوع تجاوز الان، حنا الان كنقولوا انه فات على الاسبوع اسبوع اخر، لا رد من طرف السلطه المحليه ولا رد من طرف المندوبيه ديال التشغيل. واقع الحال هو ان العاملات لا زالوا يعيشن بطاله اللي هي مكثره، كاين فيهم اللي موقف اكثر من 4 شهور، ما بقاش عندهم حتى الامكانيه ديال انه كيفاش يشريو الحليب لولادهم ويغطيو المصاريف العائليه ديالهم. كنشوفوا ان مجموعه ديال العاملات هم امهات وكيجيبوا ولادهم، ورغم ذلك في ظل هذا الدستور وفي ظل الشعارات ديال الدوله اللي كتغنى واللي كتحاول تنادي بان المواطن هو المحور ديال الدوله، ولكن الذي يلاحظ على انه الان تقدم اليد العامله في قربان للباترونه لكي يتم فيها فسادا ولكي يتم استغلالها. هذا هو واقع الحال، ما نقدروش ننكروه، لان حنا كنشوفوا الحال اكثر من 80 ديال العاملات يتم تشريدهن بدون اي حق، رغم ان الكثير فيهم تيخدم 24 سنه و22 سنه بدون ادنى الشروط ديال المواطنه الحقيقيه وبدون احترام حتى داكشي ديال الشغل، مدونات الشغل وكذلك الاعراض والحقوق ديال هذا المواطن. وبالتالي حنا بالنسبه لنا كجمعيه راه لازلنا نؤازر العاملات في الوقفات الاحتجاجيه ديالهم، وانا متاكد والوقفه الاولى راه دارت قدام عمالات الاقليم الجديده لكن ما كان حتى شي رد، واليوم هما تيوقفوا قدام المندوبيه، وبالتالي ان العاملات راهم مقبلات على التصعيد والرفع من الاشكال النضاليه ديالهم. وطبعا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ستكون في قلب كل الاشكال النضاليه التي تقوم بها العاملات ديال شركه كوبرام الى حين احقاق الحق واحقاق العداله. وشكرا. محمد نيتور جدال رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع الجديده. كانت في عمري 19 عام، انا دابا
تماطل فينا. ايوا سير تيجي الرد من الشركه، ممثل الشركه باقي ما جاش الرد، ايوا تنحدوا واحد الاجتماع وحنا في سير واجي سير واجي سير واجي. وحلف في المره الاخرى قلت ايوا ملي غاديين تجمع كنا ما بغيناش نسنيو على المحضر، لان هذاك الشيء اللي مكتوب فيه ماشي في الصالح ديالنا، هو لصالح الشركه. هذاك الشيء اللي حنا كنطالبوا به ما كاينش، ما سنيناش عليه، قالوا لنا ما غنعطيكمش المحضر واخا تجيو عليه ما غاديش نعطيه لكم، وحنا باقي كنتسناو. المطالب ديالنا باغيين يصرفوا لينا العطل السنوي اللي كنتسالوا 20 سنه كلها 21 سنه عمرنا خدينا العطله السنويه، ما كيصرفوش لينا الاعياد الوطنيه اللي كتخلص لينا، ما دايرينش لينا ترونسبور. بغينا التعويض، مادام الخدمه قلت وما بقاتش كتخدم 5 ايام في شهرين، 5 ايام سيمانه في 3 شهور، راه ما غدير العامل حتى حاجه. يعني يلاه تتقداو ترونسبور، خاص يعوضوا لينا الايام اللي كنجلسوها، وديك الساعه يدبروا راسهم بغاو يسدوا الشركه بغاو يخدموا اللي بغاو يديروها يديروها، يعوضوا لينا الايام اللي حنا تنجلسوها. يولي عندنا الطبيب ما عندناش التطبيب، ما عندناش حتى مواد التنظيف في الشركه تحطها باش تغسلي يدك ما كايناش، كيتسدوا علينا لي طواليت، كيتسدوا علينا لي دوش، وبزاف 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 بزاف ديال الحاجات. حنا شعرنا شاب على الشركه، ولادنا عند هاد الشركه، كبروا في هاد الشركه، في الاخر تيتسد علينا الباب وصبرنا للحقره، صبرنا للقبر، صبرنا لشحال من حاجه وحاجه غير باش نخدموا، على حقاش بزاف فينا مساكن لا حول ولا قوه الا ما خدموش ما يقدروش يجيبوا الطرف ديال الخبز. الى محمد شكري سمى الطرف ديال الخبز الخبز الحافي، انا شخصيا تنسميه الخبز المر، ماشي غير الحافي. لا حول ولا قوه الا بالله.